صباح الخير، يا صباح السعادة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا مع بعض بقى نحضر كده للولاد فطار خطير. طبعا الولاد بقى، يا ولاد اعمل لكم بيض؟ لا. اعمل لكم ايه؟ لا يا ماما، الفطار كده بتاعك الخطير اللي انت بتعمله لنا ده. يلا مع بعض نشوف النهارده عملنا فطار ايه. وبصوا بقى، يعني فطار بجد من الاخر. هتشوفي الفيديو النهارده وهتشوفي فطارنا النهارده وهتقومي تعملي للولاد زيه، انا متأكدة. يلا مع بعض نشوف عملنا فطار ايه وبجد حلو ازاي. ولازم كده لما نكون هنعمل لولادنا فطار لازم كده نظبطهم اخر حاجة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسينيش بقى في لايك وكومنت حلو منك، لاني فعلا بفرح بتعليقاتكم جدا. يلا مع بعض نشوف بقى عملنا فطار ايه. اول حاجه بقى هنعملها في فطارنا النهارده هو بقى ان احنا هنخلل كده بقى بتنجان. طبعا مين بيحب بقى البتنجان زينا؟ وعشان تخلليه مظبوط وما ينشفش معاكي ما تخليش عليه النار عاليه قوي. يعني ايه؟ لو انت عليتي عليه النار هتلاقيه نشف معاكي كده، ولو لازم بقى نهدي عليه النار شويه هيبقى حلو معاكي جدا. واهم حاجه ان يستوي كده من جوه كويس. زي ما قلت لك، لو عليتي عليه النار مش هيستوي من جوه وهياخد لون بسرعه. خلاص كده انا عن نفسي بفتحه من النص بالشكل ده وبديله كده فتحتين من الجنبين كمان بالسكينه. وخلاص على كده ببتدي ان انا اجيب الزيت طبعا يسخن، وابتدي ان انا انزل بالبتنجان بتاعي، ولا اعلي عليه النار قوي ولا اهدي عليه النار قوي، عشان انت لو هديتي عليه النار قوي هيشرب معاكي زيت جدا. وخلاص على كده هنا بقى كنت حطيت بقى البتنجان. تعالوا بقى كمان نحمر بقى البطاطس. هنا بقى قطعت البطاطس بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان هقطعها بقى صوابع. وعشان البطاطس تقرمش معاكي كده تبتدي ان انت تحطي لها شويه ملح وكمان خل. صدقيني هتبقى خطيره. انا عارفه ان انت ممكن تجيبي مثلا بطاطس ما تكونش مثلا تحمير قوي، بس بالطريقه دي هتقرمش معاكي وهتبقى حلوه. هتحط لها خل وهتحط لها ملح، والملح يبقى نسبي، ما تكتريش نسبه الملح لان البطاطس بتتشرب من الملح. فهتيجي بعد ما تعمليها تقولي ايه ده، دي مملحه جدا، وانت هتكوني اصلا مزوده لها نسبه الملح. حتى لو غسلتيها البطاطس بتشرب من الملح زي ما قلت لك. هنا كنت قشرتها وقطعتها صوابع، وهبتدي بقى طبعا ان انا غسلتها وبعد كده قطعتها صوابع واحط عليها خل واحط عليها ملح واسيبها بقى. ايه رايكم بقى في فطارنا؟ لسه كمان، هو لسه انتوا هتقولوا رايكم دلوقتي. انا لازم كده لما الولاد يطلبوا فطار خطير، هما بيحبوا يفطروا الفطار ده كده كل فتره. يعني كل فتره بيحبوا يفطروا فطار زي كده، فمش مشكله بقى، ما احنا لازم ندلعهم. هنا خلاص كنت قطعت البطاطس حطيت على البتنجان. هبتدي كمان اللي انا بقى اسلق لهم بيض. انا قلت لهم افطركم بيض، يقولوا لي ايه بيض بس؟ لا طبعا احنا عايزين الفطور اللي انت بتعمله لنا يا ولاد، مش النهارده. يقولوا لي لا يا ماما النهارده، لان زي ما قلت لكم كل فتره بيحبوا يفطروا فطار زي كده. خلاص هنا بقى كمان هبتدي اللي انا اسلق لهم بيض. وطبعا لما تيجي تحطي البيض في الحله اهم حاجه اللي انت تنزلي بشويه ملح. ليه هتنزلي بشويه ملح؟ عشان كمان البيض يتقشر معانا بكل سهوله. وبعد كده هتبتدي اللي انت تاخدي البيض تحطيه كمان على البوتاجاز 20 دقيقه، ولا تشوفيه ولا اي حاجه، هو بعد 20 دقيقه هيكون استوى معاكي وبقى حلو قوي. هنا كمان كنت بحمر بقى البطاطس، وكمان كنت حضرت بقى خلطة البتنجان، ملح طبعا وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وكزبرة وكمون. وخلاص على كده، وكمان توم وفلفل احمر وفلفل اخضر. وبعد كده ما نعملها هنبتدي ان احنا ننزل بشوية خل، هتضربيها طبعا في الكبة او هتدوقيها في الهون العادي. وبعد كده ننزل بشوية خل وكمان ليمون. الليمون والخل هيدوا خلطة البتنجان طعم خطير. وهنا البيض بقى بعد ما استوى طبعا ابتديت اللي انا طلعته هتشطفيه كده شطفه بسيطه تحت الميه. وهنا انا بقى سبته، قلت بقى هم يقشروه وهم بياكلوا. وطبعا هنا انا عايزه اعمل بقى شويه طعميه حلوين. هتبتدي ان انت تجيبي عجينه الطعميه وتبتدي ان انت تنزلي بفلفل اسود وشويه بابريكا بس، مش اكتر من كده. هي طبعا الطعميه بتبقى متبله. وكمان بقى هنبتدي ان احنا ننزل بالبيض. لو انت عندك الكميه كبيره شويه هتنزلي ببيضتين 3، بس انا عشان عندي هنا الكميه مش كبيره فابتديت ان انا نزلت ببضايه واحده. وهنزل بشويه بابريكا وفلفل اسود. وخلاص على كده وهنبتدي ان احنا نقلبهم كويس. عايزه تنزلي كمان بقطايه مقطعينها قطع صغيره وفلفل مقطعه قطع صغيره، هيبقى حلو معاكي جدا. بس الولاد مش عايزينه كده، هم عايزين ياكلوها كده. وطبعا احنا تحت امر الولاد اللي هم عايزينه، صح ولا لا؟ ربنا يا رب يخلينا دايما لاولادنا. خلاص هنا كنت كمان حمرت البطاطس بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، كان خدت كمان معانا اللون الذهبي. وانا كمان قلت لكم على خلطه البطاطس قبل كده. هتجيبي ملح فلفل اسود توم باودر بصل باودر بابريكا كزبره ناشفه، وهنبتدي اللي احنا كمان وكمان شويه كمون، ونقلب ده كله مع بعض كده ونحطه في علبه. كل ما نيجي نحمر بطاطس نبتدي كمان اللي احنا بقى نرش من الخلطه العظيمه دي.
عايزه تجيبي توابل بهارات البطاطس من عند العطار مفيش اي مشكله، براحتك جدا، حاجتك في بيتك عاملاها بمزاج وعاملاها براحتك، وحطي الحاجه اللي انت بتحبيها واللي الولاد بيحبوها. كنت هنا كمان حطيت بقى التوابل كده على البطاطس بنفس الشكل ده، والبيض خلاص كمان هنا اتسلق. وهنا كمان البتنجان بقى كنت كمان هنا كنت بوريكم بعد كمان ما هديت عليه النار وحمرته، اتعمل يعني معايا طري من جوه وحلو جدا من بره واخد لون معقول. واهم حاجه في البتنجان ان هو يكون طري، صح كده. هبتدي بقى اللي انا اخلله بالخلطه اللي انا قلت لكم عليها. ممكن بقى كمان البتنجان ده تعملي منه كميه وتبتدي اللي انت تحفظيه في التلاجة بعلبه، والله يقعد معاكي اطول وقت ممكن، حلو جدا لحد ما يخلص زي السكر، ما فيهوش اي حاجه. عايزه تفطري هتجيبي كده شويه، بس اهم حاجه لما تيجي تحطيه في علبه، طبعا لما تيجي ما تحطيش العلبه كده وانتوا بتاكلوا كلها، لا، هنبتدي مثلا ناخد على قد ما احنا هناكل، هيفضل معاكي وقت كبير جدا وحلو جدا. واقول لك كمان على حاجه، لما تيجي تشيلي اي حاجه في التلاجة وعايزه تاخدي من علبه صلصه من اي حاجه، اهم حاجه عشان الحاجه تقعد معاكي فتره طويله، والحاجه كمان ما تبص معاكي لما تيجي تطلعي من اي اكله او من اي علب او من زي مثلا علبه صلصه او اي حاجه، لازم تكون المعلقه ناشفه. لو المعلقه مش ناشفه هتخلي معاكي الحاجه تبوظ. تمام. خلاص هنا كنت خللت بقى البتنجان، حمرت البطاطس، سلقت البيض، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يلا بقى نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسونيش بقى في لايك كده وكومنت حلو منكم، وان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات كتير جدا. كنت هنا بقى زي ما قلت لكم حمرت البطاطس، سلقت البيض، خلاص كده كمان البتنجان المخلل اتعمل. تعالي بقى ما اقولك على شويه الفول الخطير. هتجيبي كده معلقه كده من خلطه البتنجان اللي احنا عملناها، هتحطيها في شويه زيت ذره لحد ما ياخدوا كده اللون الذهبي، وتنزلي كمان بقطايه مقطعاها قطع صغيره ونص معلقه من الصلصه، وهتسيبيهم شويه. وبعد كده هنبتدي اللي احنا ننزل بالفول، وبعد كده قلبي بقى وكلي احلى شويه فول. وطبعا خلطه البتنجان فيها التوابل فمش هنحتاج اللي احنا نحط توابل، صدقيني هتبقى حلوه جدا جدا معاكي. خلاص كده اكلنا جاهز بجد، اكلنا زي الفل، بسم الله ما شاء الله. يلا بقى ان شاء الله نعمل كده مع بعض فيديوهات تانية كتير، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.